السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى النهاردة تكونوا بخير. يلا بقى بينا نبتدي نجهز تجهيزات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يعود علينا وعليكم بخير يا رب وبصحة. النهاردة حبيت اعمل معاكم مربى الفراولة، من اكثر انواع المربى اللي انا بحبها. جبنا 2 كيلو من الفراولة وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده، وعندي لكل كيلو كوباية سكر اللي هي الشوب دي. اول خطوة هبتدي ان انا احط السكر على الفراولة. لكل كيلو كوباية من السكر، يعني بمعدل نص كيلو من السكر لل2 كيلو فراولة، هيبقى مظبوط جدا عن تجربة. لو حابين ان انتوا هتخزنوها بقى بالسنة هتزودوا سكر اكتر يعني، ده لو حابين ان انتوا تخزنوها بالسنة، لكن طبعا هي هتقعد كده معانا شهور في التلاجة. وطبعا اخر حاجة هحط معاكم نص ليمونة، بس مش دلوقتي، اول خطوة بس عشان امشي معاكم بالترتيب ومنتلخبطش. هبتدي اقلب السكر ده في الفراولة، هقلبه وارجع لكم تاني. قلبت كده السكر مع المربى وهسيبها حوالي ساعة تكون نزلت المية بتاعتها، وبعد الساعة دي هنرفعها على النار عالية. وبعد ما تبتدي تنزل المية بتاعتها هوطي عليها خالص، علشان طبعا ما تبقاش ما تتكرملش معانا وتبوظ. فهنوطي عليها شمعة ونسيبها مع نفسها خالص لحد ما تستوي. انا ماشية معاكم خطوة بخطوة. انا سبتها لحد ما نزلت المية، يعني حوالي ساعة الا ربع، لقيتها نزلت المية دي بالشكل ده كده. قلبنا السكر زي ما انتوا شايفين، معليه عليها النار. اول ما هتبتدي هلاقيها اللي هي هتغلي، هروح موطيه النار زي ما قلت. اهي كده بتبتدي تغلي، هحطها بقى على النار بصوا كل ما بتغلي بشيل الريم ده كده من عليها. طبعا انا شلت كل ما رغاوي بيضه بتطلع لي شلتها. ده كده مطرح بس ما هرستها بالهراسه، منضربهاش في خلاط ولا حاجه. لو عايزينها كريمي بالهراسه العاديه بتاعتنا خالص، او بكوبايه، بالهراسه دي او بكوبايه. وطالما عملت الصوت ده، طالما عملت البابل ده كده، تبقى هي خلاص ختمت معايا. وطبعا حطيت لها عصرة ليمونة، يعني نقول نص ليمونة او ليمونة صغيرة خالص. دول كده 2 كيلو فراولة. نسيبها بقى تهدى. طبعا كل ده مولعة عليها على الشمعة، يعني موطيه العين جدا وسايباها تاخد وقتها براحتها. بصوا لونها حلو جدا، مش حاطه لها الوان طعم ولا حاجه، ده لونها. متقلبوش فيها كتير. حطيت لو هتحفظوها اكتر من اسبوعين في التلاجة، هتضطروا طبعا ان احنا نزود السكر. هتزودوا السكر شوية عشان طالما يعني السكر هيطول مدة الوقت بتاعها. لو انا مثلا عايزاها كذا شهر، انا دلوقتي عشان عاملاها لرمضان اول اليومين دول، فهي يا دوبك السكر اللي انا حطيته وزودت كمان شوية صغيرة كده. بقى هبتدي اسيبها تهدى من السخونية وابتدي اعبيها في البرطمانات. وهي بصوا بقى كده، وزي ما هي سخنة كده اعبيها في البرطمانات. بصوا لونها فظيع ازاي. هكملها وارجع لكم تاني. 2 كيلو فراولة عملت لي كيلو الا ربع من المربى، من غير ما اوزنها طبعا لان عندي البرطمانات دي ربع. اهم حاجة تبقوا معقمين البرطمانات كويس جدا. البرطمانات تكونوا معقمينها بمية سخنة ومنشفينها كويس جدا من المية. انا بس سايباها تهدى وهقفلها، تبقى برطمانات محكمة الغلق، تبقى بتتقفل كويس جدا وانتوا واثقين منها، عشان ما تدخلش هوا ليها وتبوظ مننا. لما نطلع البرطمان ما نسيبوش بره. نستخدم منه على قد ما احنا عايزين في طبق او حاجة، وندخل البرطمان تاني مكانه. لو عجبتكم حلقة النهاردة متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير. لو عجبكم الفيديو، كان معاكم ميادة مجدي.